وبالمدري شو كذا، هو قاعد بالقصر عم يطلع. شو الحصيله يا ابني يا ابو قسره؟ سيدي 300 ماتوا من العشائر و300 400 من الامن العام. يخرب بيتك على الاخبار. ايه، والفزعات جايه والطيران طلع فوق المسير. ومن سويداء قديش مات؟ كثير سيدي لا تعد. العمى. شو المحصله؟ بدنا نرجع غصبا عنا للاتفاق. دمهم برقة مين هدول؟ انت كابن عشيره كل الحب والتقدير لك، والله بفديك بدمي وما حدا يتخشك ناموسه، وانا والله على ما اقول شهيد بعمري ما رايت، لا بتفرق معي عربي تكون ولا كردي، بيهمني تكون انسان وطني وبتخاف الله وعادل. دم اولادك على مين بدي ارجع لك اياه؟ الدرزي هو اللي بدي يطلع اقضي عليه، بضل عم تقضي عليه بيقضي عليك، مين اللي يزجك بهالمعركه؟ الحكومه اللي عم تطبل لها وتزمر لها وتعملها حكومه. هي ما قدرت تسيطر على سويداء لا بالسلم ولا بالحرب ولا بالمفاوضات. قام شو عملت؟ دفشتكم تقتلوا بعضكم البعض، والنتيجه في واحد كاتب لي الهجري، في واحد من الحمقى كاتب لي المسؤول الهجري. ليش الهجري؟ شو طلب؟ الهجري طلب وحده وطنيه، دوله مدنيه، يصير في مؤتمر وطني ونعمل دوله مشارك فيها كل ابنائها. مين اللي رفض؟ الشرع. ليش؟ بده يسوي دوله بس على مقاسه، فلذلك صارت هي الفتنه. فهمت؟ شو حققت بسويداء؟ ولا شيء. وهلا شو بدك تعمل؟ جايكم يا شط الفرات. ما تربيت من درس سويداء؟ لا ما تربيت. بدك تضلك اغبي؟ هي الفزعه اللي عملتوها كان لازم تروح على دمشق. قلت له الاحمد الشرع اسمع يا احمد، ترى اذا ما سويت مؤتمر وطني حقيقي وشاركوا فيه شيوخ العشائر وشيوخ القبائل وابنائنا العلويه وابنائنا السنه واهل دمشق واهل حلب والكرد والعرب والدروز، مؤتمر وطني حقيقي وننتج حكومه فيها ابنائنا وابنائكم، ترى والله نحن ما نرفع بندقيه بش بعضنا البعض، والفتن اللي تصير انتم الحكومه مسؤولين عنها. سعيد احمد الشرع ثانيا بيعمل مؤتمر وطني، بس ما زال عم يستخدمكم مثل ما كان الاسد يستخدمكم. مره يغذي فيكم نفس المقاومه، ومره الممانعه، ومره العروبه، ومره حزب البعث، ومره الطائفيه. وهلا نفس الفيلم عم يعملوا الحكومه جديده معكم. طب شو العمل؟ العمل تبطلوا خطاب طائفي على السوشيال ميديا وتترحموا على الشهداء وتتعلموا من هذا الدرس. اذا يا عيب شوم على شعب 14 سنه ومليون شهيد ما علموه حجم المؤامره اللي عم تنحاك عليه، وانه الطائفيه ما بتوصل غير لطائفيه، والحقد ما بيوصل لعقد، والظلم ما بيؤدي غير لانهيار ولا ظلم. عم تمارسوا نفس الظلم اللي عمله الاسد. ما تعلمتوا من التجربه السابقه؟ وهلا حتى المصيبه اللي صارت بسويداء لازم تكون درس للكل، للبدوي ولابن العشيره وللامن العام ولكل وطني سوري وكل انسان في براسه عقل ونخوه، ولابناء سويداء، انه نحن ليش عم نقتل بعضنا؟ نحن مشكلتنا مع هذا الزلمه اللي قاعد بالقصر الجمهوري اللي متغطرس بالسلطه يا اخي، ما عم يرضى يتنازل. راكد لي عم يرضي لي امريكا واسرائيل والسعوديه ودول العالم، والشعب اخر همه. لك بنت الثوره صارت المخلوقه يا جماعه، زينه شهله صارت تنسبي ولا يا شلي. عيب حكي. بل بالشام. لإمتى تضلوا ماشيين ورا الغوغاء ورا الحمقى هدول اللي عم يمشوكم ويغزلكم على غذاء غرائزكم الطائفيه؟ انا ارفع بندقيتي ككردي قاتل اخوي العربي، اذا لعب بعقلي جنرال مظلوم ولا شيشوني طائفيا بيكون بدي عصفوريه ما فيني مخ. انا كعربي احمل سلاحي قاتل بس مشان والله سلطه دمشق وعم تقلي وقلي ودفشه. ليش؟ اذا شيء بنحل بالسلام وبالاجتماع وبالوحده الوطنيه وبالعقل وبالشراكه، ليش؟ في واحد عم ليش زعلان؟ انت قلت لك انت متمسح مثل الجردون تبع السياقات، ما بدك يعني ازعل كل هالموتى بسوريا وكل هالقتلى؟ مالك زعلان؟ جورج إذا معنا او حدا من الادمن تفضلوا خذوا الضيوف. ماذا ينتظر حكومه دمشق بعد احداث السويداء؟ وهل سينجح وقف اطلاق النار حقا؟ وهل ستلتزم القوى المتصارعه التي يلعب بها شياطين الانس والجن من وراء الكواليس، هل سينتصرون؟ تحياتي جورج. يسعد لي مساك استاذ سمير. وسهلا. شو اخر الاخبار يا طيب؟ عم بيقولوا يعني انه الاتفاق جاري، بس ما بظن انه في خرق للاتفاق، يعني لسه في. لا حتى فيصل قاسم بلش يكتب قال في خرق وفي جثث بالارض وكذا. انا عم بنصح لك. المصيبه جورج نحن عم ندعي لوقف اطلاق النار وللسلام ولمؤتمر وطني ونعطي الحقوق للجميع ونتشارك، كنا عم يدعوا للفتنه وللطائفيه وبالبوط العسكري وعاملين حالهم وطنيين ونحن فتنجيه. وصلنا لمرحله عم لك من قله الاخلاق غير طبيعيه. طبعا لا، وصلنا مرحله عن جد يعني لا يرثى لها. ما بعرف لوين رايحين، الله يجيرنا من اللي جاي. انا ماني متفائل نهائيا يعني.
ماني متفائل اليوم. ما في حدا اليوم، يعني مع احترامنا للعشائر، بس ما في راس عليهم ليضبطهم بقى. ما في وقف اطلاق نار، يعني ماني شايفه انا هذا الاتفاق جاري بقى للاسف. وين بدنا نوصل يا ترى اسرائيل؟ تعرف شو هو الاتفاق اللي بعثت لي اياه حضرتك هلا؟ نعم. هلا حاول اتصل بالشيخ كيوان، ما عندهم انترنت، هدول اللي عم يطبلوا ويعملوا انتصارنا. بتعرف شو هو الاتفاق؟ هي الو، بتعرف شو هو الاتفاق؟ لا ما بنعرف. سمعنا بس خطاب الشرع وانه نحن انتصرنا. على مين انتصرت؟ شوف الاتفاق، اسمعوا. انتشار قوى الامن الداخلي، اسمعوا. كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية اليوم السبت عن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والذي جاء بعد جهود مكثفة لتطويق التوتر الأمني. شو الاتفاق؟ شو الاتفاق؟ تحب تسمعوا؟ لك حط لي فيل، لك حط لي ضفدعة، ولك حط لي فيل، قليل الأدب وقليل الشرف وقليل الناموس وفضيحته بجلاجل. حط لي فيل، حط لي اللي بدك إياه. ما فيكم تسكتوا تمنا، ما فيكم تكمموا افواهنا عن قول الحقيقه. انتم شياطين الانس والجن، كل الدماء السوريه برقبتكم. اوضح المصدر من الداخليه لقناه العربيه الحدث ان الاتفاق ينص على انتشار قوى الامن الداخلي وين؟ كقوات فض اشتباك في مناطق ريف السويداء. يعني دخول على السويداء ما في، ريف السويداء ما بعد ريف السويداء، فض اشتباك. لا هدول بيجمعوا هدول، هدول بيجمعوا هدول. ايه، في ريف السويداء الغربي والشمالي، بالإضافة إلى انتشار قوات الأمنية السورية على الطرق الرئيسية فقط لمنع وصول أي تعزيزات من هذا الطرف أو من ذاك. إيه، وليس ضمن نطاق المدن، ما يفوتوا حتى على المدن. يهدف تهدئة الأوضاع وتثبيت الاستقرار. وأشار المصدر إن الاتفاق يتضمن أيضا العمل على تنفيذ بنوده خلال 48 ساعة، وفتح معابر إنسانية، وإدخال الغذاء والطعام والتأمين الصحي إلى مدينة السويداء، وتأمين المحتجزين وتبادل الأسرى. ومدينة السويداء مين بده يقودها؟ عناصر الأمنية. ومين بده أهلها؟ شو استفدنا معناتها من المقتل اللي صار؟ مين إجا لعند مين صاغر؟ الدولة إجت صاغرة لعند أبناء البلد. طيب والدم اللي صار بالفتنة مين بيتحمله؟ السلطة وأبواق الفتنة اللي كنتوا عم تطبلوا لهم. والله حيو، الله حيو، الله حيو، الله حيو. يا أسفي عليكم. تفضلوا ضيوفنا الكرام. تفضل حبيبي جورج، حبيبي عقيد معكم. استاذ سمير تحياتي لك ولكل شيء موجود على اللايف. حبيبي الله يسعد اوقاتكم جميعا. استاذ سمير، انا كردي من مدينه قامش.